زمان ايام ما لعبة فورتنايت كانت لسه نازلة، انا وثلاثة او اربعة صحابي كنا بندخل نقعد نلعب اجيام مع بعض، نقعد نتكلم في الجيم، نقعد حتى كنا بنحاول نكسر الرقم القياسي بتاع عدد ساعات البارتي. يعني في البلاي ستيشن حاجة كده اسمها البارتي، انك بتدخل مع صحابك وتقعدوا تتكلموا مع بعض فيها، بيبقى ليها عدد ساعات معين، ده الطبيعي. احنا كنا بندخل بقى عدد الساعات ده، اللي هو نقعد مع بعض شيفتات حرفيا، اللي هو انت هتفضل في البارتي لحد الساعة 8 وبعدين انا هفضل في البارتي لحد بالليل، فاهمني؟ فاحنا كنا عايزين نقعد اكبر ساعات ممكنة نضيع وقت على البلاي ستيشن. كنا بنفضل نلعب اللعبة لحد من بالليل لحد الفجر حرفيا، واحنا مش مستوعبين ان الوقت بيعدي. ودي طبعا اوسخ حاجة في الموضوع لما حد يجي يقول لي يا زياد انت ليه بتكره الالعاب كده؟ دي الالعاب مسلية وحلوة جدا. ما دي الفكرة في الالعاب انها حلوة جدا لدرجة انها ما ينفعش انك تقعد تلعب على طول. يعني انت لما تكمل 14 سنة انت خلاص لازم حوار الالعاب والعبط ده كله انت انساه، لان انت فعليا من ساعة 14 او حتى 13 سنة انت المفروض تبدأ تشوف انت عايز تعمل ايه في حياتك. ما ينفعش تيجي اول ما تخلص مدرسة تبقى تايه كده مش عارف انت عايز تعمل ايه. لازم تبقى محدد عليها من فترة كبيرة جدا قبلها. انت ما ينفعش اللي هو تفضل تقعد تستهبل السنين دي كلها تلعب بالعشر ساعات في اليوم. وتصحى يعني انا كنت بصحى الصبح عن نفسي افتح البلاي ستيشن بس، اول ما افتحه الاقي صاحبي بعت لي بارتي. كان كمية السعادة والدوبامين اللي بيتضرب في دماغي، انت متخيل؟ انا اصلا ما كنتش اقصد، يعني انا ما كنتش اعرف اصلا ان صاحبي فاتح ساعتها. اول ما بفتح على طول الاقي صاحبي بعت لي بارتي، ادخل عليها اقعد اكلمه لحد بالليل، وبالليل اروح انام، اصحى الصبح اقعد العب لحد بالليل، فاهمني؟ ف يعني مشكلة الالعاب دي هي انت ممكن تتناقش معايا هل هي احسن ولا اسوأ من الفيديو جيمز. الفيديو جيمز العبط ده، هل هي احسن ولا اسوأ مش من الشورت فورم كونتنت اللي هو التيك توك، الانستا ريلز، كل الحاجات دي، فاهمني؟ انا بالنسبة لي مش شايف في حاجة اسوأ من حاجة، بس الالعاب ممكن اللي هو انت مخك شغال، فاهمني؟ في الاول وفي الاخر مخك بيشتغل، يعني انه بيشتغل وبيرهق في حاجه ملهاش اي لازمه. فانت ممكن تتناقش معايا تقول لي هل الالعاب احسن من الشورت فورم كونتنت ولا لا. بس انا شايف الاتنين ملهمش لازمه. يعني انت لو فعلا عايز تضيع وقتك ومش قادر، روح ضيعه في حاجه مفيده. يعني انا بلاقي ناس كتير بتقول لي انت مثلا قاعد بتتفرج على اليوتيوب كتير بتضيع وقت. تضييع الوقت على اليوتيوب على فكرة ما يعتبرش تضييع وقت، على حسب المحتوى اللي انت بتتفرج عليه. لو انت بتتفرج على حاجة مفيدة ده مش تضييع وقت. حتى لو انت مثلا بتتفرج على مثلا حمزة او اندرو تيت او الناس دي كلها ومتاخدش اكشن على الحاجات اللي بيقولك عليها، ده ما يعتبرش تضييع وقت. لانك في الاول وفي الاخر انت بتبني المايند سيت بتاعتك. انت لما تبني المايند سيت بتاعتك اوتوماتيكلي انت بتجهز نفسك انك تاخد اكشن. فانت لما تاخد اكشن في المستقبل هتبقى احسن بكتير من العيال اللي هم قاعدين بيلعبوا بلاي ستيشن ويتفرجوا على التيك توك والعبط ده كله، فاهمني؟ فانت احسن حاجة تعملها انك تستثمر وقتك في حاجة مفيدة، تاخد كورسات في منصة كبيرة اسمها كورسيرا عليها كورسات كتير ببلاش. او حتى لو انت عايز يعني تقدر تحمل الكورسات دي بطريقة غير قانونية، بس انا منصحش بده طبعا. اشتري الكورس، احسن حاجة انك تشتريه، لان فعلا انت لما تشتري الحاجة انت بتحط جهدك كله فيها وبتستغلها صح. كان راسل برانسون اللي هو اللي عمل سلسلة السيكريتس اللي هي اكسبرت سيكريتس، دوت كوم سيكريتس، انلوك ذا سيكريتس، الكتب دي كلها. عمل الكتب دي وكان ألف واحد من الكتاب أعتقد إن هو اكسبرت سيكريتس، قال فيه إن هو كان بيعمل حصص زي ميت ابس أو ماستر كلاس كده، بيبقى فيه مثلا 30 واحد، كل واحد بيدفع له 25,000 دولار يتعلم منه حاجات ليها علاقة بالبيزنس، ازاي يفتح شركة ناجحة، ازاي يسكيل البيزنس بتاعه، ازاي يعمل فلوس اكتر، ايه البلانز اللي يحطها، الفانلز اللي يعملها، كل الحاجات دي. كان قال ساعتها ان هو كان في الماستر كلاسز دي او الماستر مايندز مش فاكر بالظبط، بس هو قال ان هو فيها كان بيدي لناس صحابه وناس يعرفهم تذاكر ببلاش. كانوا بيخشوا ما بيعملوش اي حاجة، بيسمعوا كل حاجة بس ما بياخدوش اكشن، مفيش حاجة بيستفادوا منها فعلا، عكس باقي الناس اللي فعلا
كانوا بيدخلوا بيدفعوا فلوس، بيلاقيها بعد سنة او اتنين او حتى كام شهر البيزنس بتاعه بقى انجح، بقى بيعمل فلوس اكتر. فاهمني؟ فانت انك تدفع فلوس على حاجة، حتى لو الكتب انت لو جبتها ببلاش. انا كنت عامل فيديو عن الكتب، روح شوفه لو ما شفتوش يعني. حتى الكتب انت لما تشتريها لما تجيبها ببلاش على الانترنت وكده، انت ما بتستفدش اي حاجة، لانك عندك مليارات الكتب حرفيا على النت. انت مش عارف تقرا ايه. انت هتقرا شويه شويه من الكتاب ده، هتقول لا لا مش حلو، مش عاجبني، انا هروح للكتاب اللي بعده. هتخلص على ايه كده؟ مش هتعمل اي حاجه في الاخر. فانت احسن حاجه تقدر تعملها انك تبطل علوية وتروح تشتري الحاجه. لو معكش فلوسها حاول انك تعمل فلوسها. يعني انا فاكر اول ما بلاي ستيشن 5 نزل 2020 نهايتها او 2021، واحد صاحبي راح اشتراه. قال لي يا زياد بالله عليك هات البلاي ستيشن 5، حلو جدا نقعد نلعب عليه مع بعض وكده. عشان تقريبا ما كانش ينفع انا 4 وهو 5 نلعب مع بعض أو حاجه كده. قلت له انا مش عايز اجيبه. هستفاد ايه لما اجيبه؟ انا كان معايا بلاي ستيشن 4 ساعتها. بعدها بسنه بعته، لان فعليا البلاي ستيشن 4 ما كنتش بعمل بيه اي حاجه. يعني من ساعه وقت الكورونا تقريبا وانا البلاي تايم بتاعي قل جدا، اللي هو كان حضر لحد ما انا واصحابي اصلا بطلنا نلعب مع بعض. صحابي اللي كنت بلعب معاهم ساعتها حتى بطلنا ندخل مع بعض. اللي يعني انت اصحابك اللي بتلعب معاهم كل اللي بيربطك بيهم هي العلاقة بتاعت اللعب بس. انا عايزك تجرب حاجة، اقعد اسبوعين صحابك الجيمرز اللي انت بتلعب معاهم ما تلعبش معاهم خالص، ولا حد هيعبرك. صدقني دول مش صحابك فعليا. انت لما تفكر فيها دول مش صحابك، لان بعد الالعاب مفيش حد هيعبرك، مفيش حد هيسأل فيك اصلا. فاهمني؟ فانت لازم تعرف في البداية انت العلاقة بتاعتك معاهم مربوطة بايه. مفيش حد بيعبرك، هما بس انتوا واخدين بعض كمتعة، انتوا عايزين تلعبوا مع بعض وخلاص وسلام. مفيش حد مهتم بالتاني. فانا عشان كده قلت لصاحبي انا مش هجيب بلاي ستيشن 5. وبعدها بسنة تقريبا بعت بلاي ستيشن 4 اللي عندي. بعته برخص التراب يعني، كان ساعتها اتنصب عليا ومع كام دراع منهم يعني انا اتنصب عليا جدا ساعتها. كان موقف لا احسد عليه الصراحة. فانا ما بكرهش الالعاب، انا بالعكس انا بحب الالعاب جدا. بس ما ينفعش اقعد اضيع يومي كله ان انا العب لعبة. وبالله عليك محدش يقول لي لا انت ممكن تجيب وتلعب بس ساعة واحدة في اليوم. مفيش حد بيلعب ساعة واحدة في اليوم. انت لو مقتنع ان في واحد بيلعب ساعة واحدة في اليوم انت عبيط. انت على ما تفتح البلاي ستيشن وتدخل اللعبة وتبعت لصاحبك البارتي وكل الكلام ده، انت داخل في ربع ساعة. تمام؟ هتفتح اللعبة تدخل كام جيم، مش هتقول لي لا هدخل جيمين وخلاص هقفل. ما بتحصلش. الا مثلا لو ابوك واقف فوقك ومستنيك مستني الساعة تخلص وفشخك يعني. انما غير كده انت مش هتلعب ساعة واحدة بس. بطل تقنع نفسك انك هتلعب ساعة واحدة. ما بتحصلش غير في عالم احسن من اللي احنا عايشين فيه بكتير. انت اقل حاجة الناس بتلعبها 3 او 4 ساعات، غير كده مفيش. اي حد يقولك حاجة غير 3 او 4 ساعات كذاب. هيقولك لا بس ال3 4 ساعات دي انا لو كده لو ما لعبتش بلاي ستيشن فيها هروح اقلب على التيك توك، فانا كده كده خسران. طب ليه تقلب على التيك توك؟ الغيه. يعني ليه اصلا؟ ليه ده اوبشن عندك؟ يعني الناس دلوقتي بيصحوا. يعني احنا عارفين ان اليوم 24 ساعة، ماشي. 24 ساعة دي رايح منها 8 ساعات على الموبايل، او دي اساسية. هيقول لك لا بس انا مش قادر اروح الجيم. انا كنت من النوعية دي على فكرة. ما عنديش وقت اروح التمرين وكده. وقتي كله مش فاضي وحاجات كده. فاهمني؟ لا انت فاضي. انت حرفيا 8 ساعات في اليوم بيروحوا وانت ماسك الموبايل. قللها ل6 وروح الجيم. يعني فعليا انت حياتك مش هتبوظ لما تبطل تقلب على الموبايل. السكرولينج والحاجة وادمان السوشيال ميديا دي بقت حاجة غريبة جدا. الناس فاكرة انها حاجة اساسية، انها تفتح تشوف الناس بتقول ايه. انت لو مثلا بتستخدم اليوتيوب انك تشوف فيديوهات مفيدة زي دي، ممكن اعذرك واقول لك انت بتستفيد، فكمل اتفرج على اليوتيوب. انما باقي السوشيال ميديا كلها انت المفروض تلغيها. حتى اليوتيوب ما تحملوش على موبايلك.
موبايلك ما يبقاش عليه حاجة خالص، عشان يوتيوب فيه شورتس دلوقتي، فانت تستخدمه زي ما تستخدم التيك توك، زي ما تستخدم الانستا، زي الانستا، الانستا ايوه، زي ما تستخدم الفيسبوك، كل دول نفس بعض. فانت الغيهم كلهم. لو هتستخدمهم استخدمهم من اللابتوب او البي سي او اي حاجة. ده بيبقى ديستراكشن اقل بكتير. فانت حمله من البي سي، ادخل عليه يا دوب بس تشوف ايه اللي بيحصل وحتى دي ملهاش لازمة. بس انت لو دي حاجة انت عايزها، فمن البي سي اسهل بكتير. او مش هو مش اسهل فعليا، بس بيسهل لك انك ما تتشتتش كتير، فاهمني؟ فهو فيديو النهارده كده خلص. لو عندك اي افكار عايز نتكلم فيها اكتبها لي في الكومنتات. وما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام وتعمل لايك والحاجات دي كلها، وسلام.